قصة واحد بعض الشباب ما شاء الله طيب وحبيب وملتزم ومؤدب، ويعني ما ودك إلا تاكله سبحان الله. هذا الشخص تتمناه يكون مثلا زوج بنتك، وكانوا الأولين فيهم ميزة، بل اللي قبل يمكن يفيدون الأخوان، كانوا يخطبون البنات، هم اللي يخطبون البناتهم إلى جاء ولا الآن إذا كان رجل حبيب طيب ملتزم عاقل نظيف يتمنى أنه يكون زوج بنته. وهذا يا ريت أن الشباب يمشون على هذا المنوال، ويا ريت أن الشباب طال عمرك كل اللي يتمناه. الولد هذا لما تخرج المؤدب هذا قال لأمه اخطبيني، وراحت أمه اخطبت له واحدة من أقاربهم، ولكن ما شاء الله بعد البنت عقل جمال أدب خلق دين فيها كل الأوصاف ما شاء الله لا إله إلا الله. وتزوج، يقول هذا الرجل أنا زوجتها حبيتها بس ما توقعت إني بحبها إلى هالدرجة، حب عميق زيادة على الحب اللي حبها، حب الزوجية صار حب في الله. ترى الحب في الله قوي جدا، حبها في الله لدينها لأمانتها لطاعتها لزوجها لصلاتها، يعني صارت ما شاء الله هي كلش في حياتها. ومن آياته أيوة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أيوة وجعل بينكم مودة. الله أكبر. والمودة أشمل وأعمق من الحب. يا سلام. ورحمة. حلو صحيح. وهذا اللي حصل مع خوينا هذا ما شاء الله، المتزوجها وعاش هو وياها، بعد سنة طلع له ذا مثل ما نقول جته فلوسه وطلع لها وبنى له بيت، بنى له بيت على قده ويا زوجته، وعاشوا عيشة هنيئة مبسوطين ومرتاحين، يعني أيامهم كلها سعادة. سنة ثانية ثالثة، المهم بعد 3 سنوات ما جاء عيال ما جاء عيال، فقالت أمه يا وليدي لازم اللي زوجوا معكم ذيك الأيام اليوم عندهم عياله، وانت لك 3 سنين ما جاك عيال. فهذه المسألة يا جماعة، المسألة هذه يجب أن نراعي الرجل ونراعي المرأة. الأم أم الولد يجب أنها تكون مثلا عندها أسلوب أفضل، ما تبين للمرأة أنها متضايقة منها ولا أنها مثلا زعلانة المفروض أو ما جابت عيال، المفروض فيه أسلوب وفيه طريقة لازم نحل المشكلة هذه. أنت ما جاك عيال لازم تتزوج تطلقها، ولازم تتزوج ولا خلها وتزوج عليها. هالكلام صار بذن الحرمة البنية ذي مساكينة. فأنا سمعت هالكلام هذه جاها ضيق الصدر، توترت. وجاء على الرجال قال لأمه قال يا أمي أنا في حياتي عندي إنها كل يوم تجيب لي ولد، كل يوم أنا عايش سعيد ومرتاح، ما التفت للحاجة هذه. قعد هو وياها مدة طويلة. المهم البنت من سمعت هالكلام تأثرت نفسيتها، والتأثر النفسي أنا أنصح للناس أو الأخوان أنهم يبتعدون عن الأزمات النفسية وعن الهم وعن الغم وعن كذا، لأنه هذا يولد أمراض، وأمراض ممكن تكون يعني جبر الخواطر مطلوب. الأمراض يمكن مزمنة. يا سلام عليك، خليك معي. مزمنة سبحان الله. المهم بعد مدة البنت هذه تعبت من الهم وكذا، تعبت، وداها لما المستشفى، وهذه قصة حقيقية، وداها المستشفى التخصصي، فحللها وكشفت الدكتور قال هذه معها مرض نادر. شوف سبحان الله. وهذه ما تعيش يعني كل مدة تقل مستواها، ولازم لها تعيش على الأجهزة اللي عندنا، لازم تخليها عندنا. ويشوف بسبب كلب لا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن هذه أيامها في الدنيا ما تعدى 5 سنوات،
أبغى جال انهبل وضاق صدره وزعل، لكن زوج طيب وزعل بالحيل، قال لا أبغى أخليها في البيت واشري لها نفس الأجهزة. راح وشرى أجهزة نفس اللي هي تبي ب260,000، تسلفها ودخل. ارفع صوتك الله يعافيك. شرى أجهزة لها أيوة. ب260,000، وجاب لها ممرضة مسلمة، جابها وخلاها عندها، وصار تطببها وتعالجها، وهو يا أنت عندي الدنيا كلها وأنت وأنا، يعني يحاول أنه يبغى يسعدها. فكان رجل مخلص بكلامه بحركاته بكل شيء. ولكن بعد كل سنة تقل صحتها، تنزل بكل سنة. جاء السنة الأخيرة لما حددوا السنة الأخيرة فهي حست بالموت، كتبت وصيتها كذا وحطتها بصندوق وعطتها الشغالة، فقالت هذه لا تعطينها إلا زوجي. المهم طال عمرك، بعد مدة كذا جاء ذاك اليوم انتقلت إلى رحمة الله. طبعا الزوج مسكين تأثر وزعل وما أدري ويش. فبعد مدة فتح الزوج الصندوق يبي يسمع يشوف وش اللي هي كاتبة، فكانت هي كاتبة وصيتها في الصندوق تقول زوجي الغالي لا تحزن على فراقي. كلمة زوجي الغالي لا تحزن على فراقي، فوالله لو كتب لي عمر ثالث، لو كتب عمر لي ثاني لأخترت أن أبدأ معك، ولكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. النصيحة الثانية قال أخي فلان كنت أتمنى أن أراك عريسا قبل وفاتي. هذه ومضات الله يرحمه. أخي من تقصد؟ واحدة من إخوانها ماتت قبل ما يتزوج، فقول أخي فلان كنت أتمنى أن أراك عريسا قبل وفاتي، تعني أخوها. أختي فلانة لا تقسي على أبنائك بضربهم، فهم أحباب الله ولا يحس بالنعمة إلا فاقدها. الله. برسالتها الثالثة عمتي فلانة أم زوجها، عمتي فلانة أحسنت التصرف حين طلبت من ابنك أن يتزوج من غيري، لأنه جدير بمن يحمل اسمه من صالح الذرية بإذن الله. كلمتي الأخيرة لك يا زوجي الحبيب، أن تتزوج بعد وفاتي لم يبقى لك، يقول تزوج بعد وفاتي لم يبقى لك عذر، وأرجو أن تسمي أولى بناتك باسمي، واعلم أنني سأغار عليك في زواجك الجديد حتى وأنا ميتة. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته. جميل. الله. إيش الحلاوة دي؟ الله. بتسا وعمار بتسا عمار، ممكن بعد القصة ذي معليش أنا لن أستطيع التحدث.